هاي أصحابي، وصفة النهاردة بقى أحلى طبق رز بسمتي معمول بالموزة. هقوله لكم بكل الخطوات، بس أول حاجة ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. يلا بقى بينا على الوصفة. أول حاجة بنبقى جايبين الموزة، أنا جبتها هنا من غير عظم، تقدروا تستخدموها من غير عظم أو بعظم عادي، مفيش مشكلة حسب المتوفر عندكم. هبدأ أول حاجة أسوي اللحمة، أجيب هنا مية مغلية وأبدأ إن أنا أنزل فيها اللحمة عشان أديها صدمة زي ما انتوا شايفين، وأسيبها بقى تغلي شوية في الحلة، والأول على نار عالية لحد ما تغلي معايا. بعدين هوطي عليها النار واغطيها واسيبها بقى شوية في الحلة لحد ما تستوي إلى حد ما. لو عايزين تسووها مع رز بسمتي مرة واحدة يبقوا تطلعوها تبقى نص سوا عشان ما تتهريش مننا. لو هتسووها لوحدها وبعدين تحطوها رز بسمتي يبقى تستنوا لما تستوي خالص. هنا بقى كده شكلها قبل ما اوطي عليها انا نقلتها في حلة الضغط، لانه حلة الضغط بتبقى اسهل بكتير وبتوفر عليا وقت كبير قوي. ببدأ ان انا اغطيها واسيبها بقى شوية لحد ما اللحمة تستوي عندي، وبعدين اطلع اللحمة واكمل معاكم بقى رز البسمتي. انا عارفه ان اللحظه دي ناس كتير بتخاف منها، لما تيجوا تفتحوا حاله الضغط تفتحوها بالراحه خالص، يعني بالراحه، واحده واحده هتخرجوا منها الهواء وبعدين تفتحوها بقى خالص. ده كده شكلها. بصوا اللحمه كانت استوت خالص، بجد كانت تحفه، يعني كانت خطيره. وبعدين هبدا بقى اوريكم ده نوع الرز اللي انا استخدمته، وهو بيبقى مكتوب عليه طويل حبه ودرجه اولى. هنا دي شكل اللحمة بعد ما طلعتها على جنب لحد ما اعمل بقى الرز. جبت طبعا بقية المية وهبدأ احط لها بقى البهارات، حطيت هنا حبهان وبدأت بقى انزل بعد كده التوابل بتاعتي، احط لها كركم واحط عليها ال11 بهار من كنور، واحط لها كمان توابل اللحمة وملح وفلفل، وتقدروا تضيفوا اي توابل انتوا عايزينها. وطبعا حطيت ورق اللورة علشان طعم الشوربة يبقى لذيذ. وتقدروا تضيفوا بقى قرفة، تضيفوا أي توابل انتوا حابينها، دي حاجة اختياري براحتكم حسب طعم الرز البسمتي اللي انتوا بتحبوه، بس دي التوابل المظبوطة اللي أنا استخدمتها. هنا بقى هبدأ أنزل عليها الملح والفلفل، ودي آخر حاجة حطيتها في التوابل، وأقلبهم كده تقلبتين كويس قوي. وبعدين أبدأ أنزل بقى بالرز البسمتي. لكل كوباية رز بسمتي ليها كوباية وربع من المية علشان ده يكون المعيار المظبوط. هبدأ بقى أغطسه فيها كده واسيبهم بقى لوحدهم على نار هادية خالص لحد ما الرز يستوي معايا، وهبدأ ان انا اغطيه واسيبه بقى يستوي وارجع لكم بعد ما يستوي اقول لكم هنعمل فيه ايه. زي ما قلت لكم انا كنت عاملاه في حالة الضغط فبياخد وقت اقل بكتير. هنا بقى بدأت ان انا اطلعه قبل ما يستوي على طول، وبدأت ان انا احط له لون طعام علشان اديه اللون اللي بيكون موجود في ميكس اللونين بيكون موجودين. تقدروا تستخدموا بودرة زعفران لو عندكم، انا ما كنتش متوفرة عندي فاستخدمت اللون الطعام الاحمر. وما تخافوش ده بيكون صحي جدا لان هو معمول للاكل. هبدأ بقى ان انا اقلبه في الجزء اللي فوق بس من الرز، مش هنزل طبعا في الاجزاء اللي تحت علشان لما اجي في الاخر خالص اقلبهم كلهم مع بعض يبقى في عندي ميكس في الالوان. وبنعمل الخطوه دي طبعا قبل ما الرز يكون استوى علشان ما يتهريش مننا. هبدا بقى اغطيه واسيبه بقى يستوي خالص، وبعدين بقى نغرفه بالهنا والشفا. حاجه كده سوبر تيستي، لازم تجربوها. هستنى رايكم تحت في الكومنت واشوفكم في وصفه تانية جديده، وبس كده، باي.